السلام عليكم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم حاعمل معاكم الكبسة السعودية. طبعا الكبسة أكلة بنحبها شديد، ممكن نعملها مرة أو مرتين في الأسبوع. قبل كده نزلتها لكم باللحمة وطريقة كانت مختلفة شوية عن الطريقة دي، واليوم حاعملها لكم بالدجاج. وفي واحد كان من الأخوان سأل من الطريقة، وإن شاء الله تعجبكم ونشوف مع بعض كيف حنعمل الكبسة اللذيذة دي. أول خطوة حنعملها بسم الله، نبدأ بنقع الرز بعد ما نغسله كويس في موية فاترة، وحنخليه لغاية ما نجهز باقي الوصفة وبعدين بنستخدمه. حرفع الحلة على النار وأنزل فيها حوالي ربع كوب زيت ذرة. هنا دي البهارات الصحيحة، لومي وقرفة وكزبرة وقرنفل وهيل، كلها حتلقوها في صندوق الوصف موضحة. عندي كمان هنا بصلة كبيرة حافرمها فرم ناعم وانزلها مع البهارات الصحيحة. حقلب واقلب لغاية ما يبدأ البصل يتحمر او يتكرمل كده، بداية التحمير. بعد كده حأضيف ملعقة كبيرة توم مهروس وملعقتين كبار صلصة أو معجون طماطم. هنا البهارات المطحونة برضو حتلقوها موضحة في صندوق الوصف. حأقلب البهارات المطحونة، وهنا تقليبة سريعة كده وطوالي ننزل بالدجاج عشان البهارات ما تمرر مع الحرارة. الدجاج طبعا أنا قسمته لقسمين وغسلته كويس بالخل والملح والليمون وجففته. بعدين حنزله في الخلطة دي وأخليه بس دقايق لغاية ما ياخد لون من تحت، بعدين حأقلبه على الجهة التانية. قلنا ما نطول في الخطوة دي عشان البهارات ما تمرر. أضيف حوالي 4 أكواب موية مغلية، نضيفة مغلية عشان تسرع عملية النضج. بعد ما أضيف الموية حغطي الحلة وخليها 30 دقيقة أو نص ساعة. بعد كده حطلع الدجاج وحخليه على جنب. بعد كده حنزل الرز بعد ما أصفيه من الموية، حنزله في الشوربة بتاعتنا دي وأحرك كويس ونتأكد هنا من الملح. حأضيف شوية ملح عشان يظبط الطعم وأقلب، وبعدين حغطي الحلة وأخليها بس 5 دقايق لغاية ما الرز يتشرب المرق أو الشوربة ويبقى بالشكل ده. بعد كده هنا حابة أضيف شوية موية، يعني حوالي ربع كوباية أو نص كوباية. حغطي بورق زبدة عشان يمسك البخار كويس، وحخفض النار خليها واطية يعني 20 دقيقة أو 25 دقيقة على حسب مدة نضج الرز، بعدين بيكون جاهز. هنا هعمل خلطة للدجاج. طبعا ممكن عادي الدجاج بس تدوه لون كده، بس أنا هعمل له خلطة من توم وكزبرة وقرفة وملح وعصير ليمون وبابريكا وصلصة وشوربة برضو ملعقتين. كل مكونات التتبيلة برضو حتلقوها موضحة في صندوق الوصف. حقلب التتبيلة كويس، بعدين حامسح الدجاج بالوشين من فوق وتحت. بعدين للتحمير ممكن تحمره بالزيت وممكن تحمره بالفرن. انا حادخلها الفرن على ربع ساعة بس، الرفين مفتوحات على 250 درجة، بس تاخد لون شوا وبطلعها تكون جاهزة. فبس ده الرز بعد ما استوى، اللي هو أخد 20 دقيقة
في نار هادية، وزي ما شايفينه كده مفلفل وجميل وما معجن وما متلصق في بعض. فبس دي كانت وصفتنا لليوم، أتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوا الاشتراك لو ما مشتركين في القناة، وأشوفكم في فيديو جديد، وصفة جديدة. في أمان الله، مع ألف سلامة.